بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتي نكهة ميليسا. وصفة اليوم أروع وأبن بيتزا راح تجربوها. شفتوا البيتزا اللي تشتروها من المحلات؟ صدقوني غير هي بالذات حضرتها بواحد العجينة قطنية وخفيفة ريشة. وأهم حاجة في الوسط البيتزا هي طريقة الطياب والفرن. راح نعطيكم طريقة كيفاه تجيكم طرية مثل المحلات. ما عليكم طلعوا لي الفيديو بجيم وتعليق شباب من عندكم لأنه مهم جدا باه تطلع لكم وصفاتي دائما لكم. اول حاجه راح نمدها واحد العجينه رائعه وقطنيه، راكم تشوفوا البنات راها تشهي. انا العجينه هذه دارت لي 3 خبزات كبار. اول حاجه درت كاس حليب يكون كبير شويه دافي، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه سكر. نخلطوا المكونات كامل، نضيفوا 4 ملاعق كبيرة زيت مع ملعقة كبيرة خل تفاح زائد الملح نضيفوه في الأخير. نزيدوا الفرينة حسب الحاجة، خلوها تتلصق شوية في اليدين وندلكوها واحد 2 دقائق على الأقل، ونخلوها تخمر حوالي 6 إلى 7 ساعات. إذا كنتي راح ديريها في العشاء ديريها صباح، وجدي العجينة وخليها تخمر، وفي المساء خدميها. بعد ما خمرت لنا العجينة حوالي 6 إلى 7 ساعات، راح نجيبوها كما راكم تشوفوا البنات تولي من الداخل كيما الشهدة ومنبلة. راح نجيبو العجينة تاعنا نحطو نديرو فوق طاولة العمل دقيق الفينو اللي هو الدقيق الرطب. بعد ما حطيناه نحطو العجينة تاعنا نشكلوها على شكل حربوش ونقطعوها إلى 3 دوائر. كما راكم تشوفوا البنات انا العجينه هذه والكميه هذه قطعت لي 3 خبزات كبار شويه. حبيتي تصغريها راح تجيك 4 كويرات. نخلوها تخمر للمره الثانيه حوالي نصف ساعه ونعاودو نرجعو. في جهة أخرى نجيب مقلة تاعي ندير فيها زيت زبدة نخلوهم يسخنوا. نضيف صدر الدجاج اللي كنت رحيته مع حبة بصل متوسطة مع 2 فصوص ثوم مع الملح ومع الفلفل الأسود وشوية زعترة، ونخليهم يتقلاو مليح مليح. في جهة أخرى حضرت في إناء صوص بلانش، حطيت فيها كاس كريم فريش مع فلفل أسود مع الجبن المثلثات مع جبن مبشور والملح. انتي تقدري تضيفي أي جبن متواجد عندك. جاتني شوية ثقيلة وخاطرة ضفت لها نصف كأس حليب. بعد ما خمرت العجينة تاعي للمرة الثانية جبت الدوائر تاعي حليتها بيديا في الأول كما راكم تشوفوا البنات نحلوها في الأول باه من بعد كي نديروا الحلال تجينا دائرية ما تغبناش في الحلة تاعها. راح نجيب الحلال تاعي نحلو الدائرة كما راكم تشوفوا البنات. هذه هي الطريقة، تبعوا الطريقة في الفيديو بالتفصيل وإن شاء الله تنجحوا فيها وتخرج لكم مثل المحلات. هنايا حليتها درتها على شكل دائرة يكون السمك تاعها حوالي 1 سنتيمتر. ما تغلظوها ما ترقوها بزاف، ترقيها بزاف تلصق لك وتجي كيما نقولوا رقيقة بزاف. ديريها شوية غليظة يعني 1 سنتيمتر. في جهة أخرى جبت البلا تاعي حطيت فيه ورقة طهي كما راكم تشوفوا البنات. بعد ما قصيت ورقة طهي وضعته على الصينية تاعي راح نجيب العجينة تاعي ونحطها على الصينية ونقعد كما نقولوا نزير عليها مع الحواشي ونخليها شوية منتفخة مع الحواشي باه كي تدخل للفور هذيك الحاشية تتنفخ شوية. راكم فاهمين البنات؟ سر البيتزا هو الطياب، واحد ما يكذب عليكم. سر البيتزا هو الطياب والفور. كي يكون الفور تاعك سخون سخون بزاف يعني كي تدخليها واحد 5 دقائق وتخرجيها، هذا هو السر تاعها. اذا فات فيها البيتزا طولت ما راحش تجيك شابه وراح تجيك يابسه وما تجيكش بنينه بزاف. شوفوا البنات راني جبت الصوص تاعي صوص بيضاء ما تامنوش شحال بنينه 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 بزاف سورتو كي فيها الفرماج. نحطها وراح نضيف صدر الدجاج اللي كنا طيبناه من قبل هو والبصله والثوم، وراح نضيف شويه تاع زيتون اخضر. انا درت تاع طاجين الزيتون هذاك كان عندي متوفر. انتي تقدري ديري طون، تقدري ديري زيتون اسود، تقدري ديري فلفل الوان، تقدري ديري بصله كيما طلع لك والواجد عندك.
او الحاضر. هنا بعد ما كملت كامل الخبزات تاوعي، شوفوا كيفاه راهم يبانوا البنات، راهم يشهوا بزاف قبل لا يطيبوا. ما تنساوش تكونوا مسخنين الفرن على أعلى درجة لمدة ساعة أو 45 دقيقة. هنا بعد ما دخلناها للفور بعد ما سخن، شوفوا البنات جات روعة ما شاء الله. طيبتها من تحت بعد ما طابت لي من تحت كما راكم تشوفوا البنات. هي من الأحسن تطلعوها إذا كان عندك الفور تاعك مش سخون بزاف، طلعيها تحمار من الفوق شوية. كي تشوفي الجوانب بداو يحماروا، عاد ضيفي الجبن تاعك. راكم تعرفوا بلي الجبن كي تكون الكوشه سخونه ليه يذوب. وهنا في الاخير حبيباتي، شهيتكم في الجنه، واللي راها تتوحم ولا تسمح لنا. هنا جات البيتزا ما شاء الله، روعه روعه روعه، ولادي تخاطفوا عليها. هنا راني زينتها بالزيتون اسود كما راكم تشوفوا، يعطي بنه للبيتزا. تحياتي لكم البنات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.